السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي انتصار بيوتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة مجربة وفعالة ان شاء الله لتوحيد لون البشرة وبالخصوص الجسم، لان هذه الوصفة ما كنديروهاش للوجه ديالنا، فقط للجسم. على بركة الله. المكونات: عندنا زيت الجليسيرين، الفازلين والكركم. بالنسبه للكركم او الخرقوم خصنا نعرفوا من عند من نشريوه، من الاحسن نشريوه عواد ونطحنوه على يدينا، لان الا شريناه من غير شي واحد اللي كنعرفوه كيكونوا مخلطينه وما كيعطيناش داك المفعول ديال التبييض ديالو، وكنعرفوا الفوائد ديالو بزاف. سبحان الله، هاد التوابل هادي شحال فيها ديال الفائده. نمروا على بركه الله الطريقه. سمحوا لي ما عنديش انا الوصفه، يلاه تسالات ليا ما لقيتش كيفاش ندير نصور ونحضر الوصفه، ولكن طريقه سهله. غنستعملوا 5 ملاعق فازلين، 5 ملاعق كبار من الفازلين، 5 ملاعق كبار من الكركم، من زيت الجليسيرين، و3 ملاعق كبار من الخرقوم. الفازلين والجليسرين كنعملوهم في حمام مريم حتى كيذوبوا مزيان وكيتجانسوا. من بعد كنوضعوا عليهم الكركم اللي هو 3 معالق كبار، وكنخلطوا حتى كيصبح عندنا الخليط متجانس. ممكن اضافه ماء الورد الا بغيتو، يكون حر، يعني يكون مقطر مزيان باش ما يخسرش علينا الوصفه. ونعملوها في شي بواطه تكون يا ربي نسيت، تكون مغلقة تكون مسدودة مزيان، ونخليوها. طريقة الاستعمال اننا كندهنوا بها الجسم ديالنا او البلايص اللي بغيناهم يتوحدوا اللون ديالهم كل نهار. يعني هذه الوصفة ممكن نعملوها كل نهار، ما عندها حتى ضرر، ما عندها حتى شي حوايج سلبيين على لابو ديالنا. غير هي ما كنستعملوهاش للوجه ديالنا، يعني غير الجسم ديالنا كنستعملوها عادي، ما كتطلق لا صفوريه لا والو. من بعد كان يوميا كنحسوا باننا يعني نهار على نهار كنحسوا بان الوصفه كتعطي مفعول. من بعد كنديروها واحد 3 سوايع او 4 سوايع، وممكن حتى نباتوا بها ولا غد ليه كندوشوا عادي. يعني يوميا كيبان الفرق. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي انتصار بيوتي. ان شاء الله باقي وصفات اخرين. عملوا لي لايك، اللي عندها شي تساؤل عاوده تخليه لي في كومونتير، وان شاء الله الوصفه غادي نحطها لكم في ما باج فيسبوك بيور ناتور، ماسكات طبيعيه ان شاء الله. نحطها لكم تما باش تشوفوها. في امان الله، وما تنساوش الاشتراك، ونهاركم ان شاء الله مبروك.